السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد ووصفه جديده من قناه ديليس اسيا. ومع هاد الحراره وهاد الصهد ما كاين غير الكيكات الباردين، وجيت نشارك معكم كيكه بارده بالخوخ بكريمه اقتصاديه بيضه وحده فقط. كتجي رائعه بزاف، كتجي زوينه بارده تبرد علينا في هذا الصيف، وفي نفس الوقت بنينه وسهله واقتصاديه بمكونات اللي بسيطه. كيف عودتكم الكيكات، اغلب الكيكات اللي كنشارك معكم كيكونوا اقتصاديين ساهلين وفي المتناول ديال الجميع، والكريمات كيكونوا اقتصاديين وبساط. والاهم من هادشي كامل ان كلشي كيكون بنين. بالنسبه للروابط ديال الكيكات اللي شاركت معكم من قبل غنخليه لكم في صندوق الوصف، باش الا بغيتو تشوفوهم غتدخلوا ليهم مباشره. ما نزيدش نطول عليكم في المقدمه وندوزو مباشره نتعرفوا على المقادير وطريقه التحضير في نفس الوقت. في المقادير غنحتاجوا الحبه ديال البيض اللي كتكون الحجم ديالها كبير وكتكون بدرجه حراره الغرفه. غنضيف عليها ساشي ديال سكر الفانيلا، رشيشه ديال الملح، وغنطرب هذا البيض هذا حتى كيتحل بالطراب اليدوي فقط، ما كنحتاجوش للطراب الكهربائي. والكيك ديالنا كيجي اسفنجي وخفيف. غنضيف عليهم نصف كاس ديال السكر سنيده، وغنطرب مزيان حتى كيذوب داك السكر وكيولي عندي البيض كيتبدل اللون ديالو ويولي على شكل فقاعات، كيوليو فيه فقاعات. فهنا ضروري نطربوه مزيان باش كيجينا الكيك خفيف ومفشفش. من بعد غنضيف نصف كاس ديال الزيت وغنطرب عاوتاني. كندخل داك الزيت مزيان وغنضيف نصف كاس ديال الحليب وكنطرب مزيان. من بعد غنضيف كاس ديال الدقيق اللي كيكون مغربل وكيكون نوعيه جيده. غنضيف معاه ساشي ديال خميره الحلويات 8 غرام، وغنضيف نصف الكاس الثاني، يعني في التوتال عندي كاس ونص ديال الدقيق. كنخلط العناصر مزيان حتى كيكون عندي الخليط بهذا الشكل هذا. هنا غادا نضيف واحد الاضافه اللي غيخلي لنا الكيك ديالنا اسفنجي وخفيف بزاف. وهنا في الاخير غنضيف واحد ربع كاس ديال الماء اللي كيكون سخون مزيان باش كيخلي لنا الكيك ديالنا اسفنجي وخفيف. هذا هو الدور ديالو. كنخلط مزيان حتى كيولي ليا القوام ديال الكيك هكا شويه خفيف كيف كتشوفوا. كنكون مشعله الفران هاد الاثناء، مشعله الفران من قبل يسخن واحد 10 دقائق، يعني قبل ما نبدا نوجد الكيك كنشعلو. الفرن الكهربائي كنشعلو كنخليه بين ما وجدت الكيك كنديرو على 200 درجه الفوق والتحت. ملي كنبغي ندخل الكيك عاد كنزل الحراره ل 180 وكنخليه شاعل الفوق والتحت. دونك انا من بعد غنجيب المول اللي مفرش بالبابي كويسون مدهون بالزبده، ممكن دهنوا ليه بالزبده. خديت انا هذا المول هذا الدائري وغنكب فيه الخليط. كيف كتشوفوا هذا هو القوام ديال الخليط. غنحاول انني نقادو ندخلو للفران. ما كياخذش معنا وقت كتير في الطياب لان الكيك رقيق ودغيا كيوجد الفران ديجا سخون. بالنسبه للفرن الغازي راه كتدخلوها الفران بارد وكتشعلو غير لتحت على نار مهيله. وهذا الكيك من بعد ما طاب كيف كتشوفوا راه دغيا طاب، خدا معايا شي 12 دقيقه تقريبا، راه باقي سخون. يلا خرجتوه نتوما كيف كتشوفوا. غنحطو على جنب وندوزو باش نوجدو الكريمه.
فبالنسبه للكريمه عندي نص لتر ديال الحليب، غنضيف معاه 2 معالق ديال السكر سنيده، غنضيف 2 معالق كبار بومبي ديال لا كريم باتيسير، ديال بودره الكريم باتيسير، غنضيف 1 ساشي ديال الفاني، و 1 فلان شينوا. واحد فلان شينوا. غنحرك كلشي على البارد حتى كيذوب هاد العناصر كامله، كتذوب مع بعضياتها، ومن بعد غنحطها فوق النار مع التحريك المستمر. دونك هنا غندوزو باش غادي نحلو الكيك نحيدوه. هانتوما كي كتشوفوا الكيك كيجي خفيف اسفنجي. غنقلبو في الطبسيل. هانتوما الكيك كيف كتشوفوا كيجي اسفنجي. وهنا كيف كتشوفوا عاودت حطيت الكيك ديالي في اطار، درتو في الطبسيل ودرتو في اطار. هنا غادا نسقيه. عندي نص كاس ديال الحليب وواحد ساشي ديال سكر الفانيلا، غنكبها في هذا الحليب. غنحركها مزيان حتى كتذوب صافي، وكنبدا كنسقي بها. ممكن انكم ما تسقيوش الا بغيتو الكيك الجنواز راه كيجينا خفيف كيف كتشوفوا. الا بغيتو ما تسقيوش راه ما تسقيوش، ما كاينش مشكل. غير انا كنفضل الصراحه هكا مسقيه كتجي حسن. هانتوما كيف كتشوفوا دغيا كيشرب، باش كتعرفوا الكيك اسفنجي دغيا كيشرب لينا السيرو. ممكن تسقيوه بسيرو عادي يعني الماء والسكر. انا كنفضل هذا الحليب والفاني صراحه كيعطي مذاق احسن كيجي بنين. ما غنكملش الكاس كامل، نص كاس كامل. هانتوما كيف كتشوفوا خليت منه هاد شويه هذا. كنحط الكريمه ديالي فوق النار مع التحريك المستمر، كنبقى كنحركها، ضروري ما تغفلوش عليها. كنبقى كنحركها حتى كيبداو كيتشكلوا فقاعات، كتبدا كتعقد لينا الكريمه وكيبداو عندنا فقاعات بهذا الشكل هذا كيف كتشوفوا معايا. صافي كنطفيو عليها. خارج النار غنضيف ليها 3 القطع ديال الشكلاط الابيض وكنحرك مزيان حتى كيذوبوا. ممكن تضيفوا حتى ياغورت بالنكهه ديال الخوخ او الفاني، ممكن انكم تضيفوه حتى هو كيعطي مذاق زوين. فكنحرك مزيان مزيان حتى كيذوب هذاك الشكلاط كامل. من بعد غنكب الكريمه مباشره فوق الكيك. كنخليها على جنب غير في سطح العمل حتى كتبرد، كيتحيد لنا هذا البخار وكندخلها للثلاجه تشد في راسها واحد شويه ونكملوا تزيين. من بعد ما بردات عندي هنا الخوخ اللي قطعته هكا قطع رقيقه وعصرت عليه الحامض. كنخليها حتى كتبرد عاد كنبدا كنزين فيها. كنبدا كنستف الخوخ، كنبدا نستف الخوخ بهذه الطريقه هذه. غير واحد القضيه بالنسبه للخوخ، فاش نقطعوه نحاولوا نقطعوه رقيق شويه، ما نقطعوهش غليظ باش ما يهبطش لنا على الكريمه ويتقل عليها. وهنا بالنسبه لي انا راني استعملت غير خوخه واحده، خوخه كبيره يعني الحجم ديالها كبير، قطعتها رقيق بهذا الشكل وستفتها، راه كفاتني في هاد لاطاغط كامله. دونك من بعد ما قاديتها هكا بالخوخ كنحطها على جنب.
وغناخد كاسرونه غندير فيها كاس ديال الماء، وغندير فيها واحد فلان شينوا وغندير معلقه ديال السكر سنيده، غنحرك كلشي على البارد يكون بهذا الشكل هذا بهذا اللون. غنحطو فوق النار يغلى ونكبو عليه. من بعد ما كيغلى ليا الخليط كنكبو هكا فوق من بعد ما كنكبو كامل بهذه الطريقه هذه. غنحيد بواحد العود ديال الشوار دوك الفقاعات اللي كيكونوا فيها بهذا الشكل هذا تحيدهم، ومن بعد كنحطها في الثلاجه حتى كتبرد على خاطرها. واحد نص ساعه راه كتكون واجده، وديك الساعه كنديموليها كنحيد ليها داك السركل وكنقطعها ونقدمها بالصحه والراحه. نتوما غتشوفوا الطبقات كيفاش كيجيو فيها، كتجي بنينه بزاف خفيفه ومفشفشه. غير واحد الملاحظه بالنسبه للكريمه، راني درتها ناقصه السكر، يعني الناس اللي كيبغيو الحلاوه بزاف فغديروا قياسكم في السكر، غتزيدوا السكر. انا كيف شفتوا درت فيها 2 معالق فقط. كيكون هذا هو الشكل النهائي ديال الحلوه ديالنا كيف كتشوفوا، او ديال لا طاغط البارده ديالنا. بيضه وحده فقط كتجينا طاغط اللي كبيره همويه، والاهم من هادشي انها بنينه واقتصاديه. هنا كنقطعها معكم باش تشوفوها كيفاش كتجي من الداخل، ودائما فيما نقطع بالموس كنمسحو عاد كنعاود نقطع به عاوتاني باش هكا كتبقى لينا مفينيه الحلوه وكتبقى نقيه. وكان هذا هو الشكل ديالها من الداخل كيف كتشوفوا، كتجي دوك الطبقات باينين كيجيو رائعين بزاف. الشكل ديالها زوين وحتى المذاق كيكون رائع بزاف. هانتوما هنا كنوريكم الكيك شحال كيجي خفيف واسفنجي، كتجي رائعه صراحه. جربوها وردوا عليا الخبر. كان هذا هو الكيك ديالنا اليوم، وكانت هذه وصفتنا. كنتمنى انها تنال اعجابكم وتجربوها، وما بقى لي الا نقول لكم بسلامه عليكم.